السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة وصفات مجربة وناجحة. نتمنى انكم تكونوا في تمام الصحة يا رب. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الحليوة غير بيضة وحدة، كتجي هشيشة وزويونة واقتصادية، كتعطي كمية لا بأس بها. جربوها راه اكيد غادي تعجبكم. غادي نحتاج ربعة ديال الزبدة. عندي هنا هاد الطاسة كتوزن فيها نص كيلو، غادي ندير غير النص ديالها. الا استعملتوا هذيك الطاسة الصغيرة ديروها كاملة. من الاحسن تكون الزبده مخرجينها من قبل من الثلاجه، باش منين تكونوا هكا كتخلطوها مع السكر يعني تجيكم ساهله وما تعذبكمش. غنزيد معاها كاس ديال السنيده. عبروا بالكاس ديال العنبه ولا بالكاس باش كتشربوا اتاي، غير الكاس باش عبرتو عبروا به كاع المكونات الاخرين. غادي نزيد واحد الساشي ديال الفاني، وديروا واحد رشيشه ديال الملح، انا راه نسيتها. كتخلطوا مزيان داك السكر مع الزبده. خلطوا حتى يبان لكم هكا ما بقاوش كيبانوا الطريفات ديال الزبده. غادي نزيد كاس لاروب ديال الزيت. الكاس راه فيه النص بشويه يعني ما. كاس لاروب. عبرت بهاد الكيسان راه كيوزنوا تماما بحالهم بحال الكاس ديال العنبه. كتخلطوا مزيان داك الزيت مع السكر ومع الزبده حتى كيبانوا لكم هكا انسجموا مع بعضياتها، ما بقاش كتبان لك الزبده هكا مكوره ولا الحبيبات بزاف باينين ديال سنيده. غادي نزيد بيضه وحده. وكتخلطوا مزيان هكا حتى كتنسجم العناصر مع بعضياتها، عاد باش كتبداو تزيدوا في الدقيق. حلوه راه اقتصاديه ما فيهاش بزاف ديال المكونات وكتجي زويونه. هنا عندي الفورص اللي كنت غربلته عفوا من قبل. كتوجدوا كلشي حداكم باش كتجيكم الخدمه سهله. بالنسبه للفورص انا احتاجيت 4 ديال الكيسان ديال العنبه. ما ديروش نتوما بحالي 4 الكيسان ديال العنبه. بقاو تضيفوا شويه بشويه باش هكا ما تقصحوهاش، ولا حيت بعض المرات الحجم ديال البيض كيكون متفاوت، الكاس باش عبرتو كيكون ماشي بحال بحال. الا قلت لكم انا 4 تقدر انت تحتاج لك 3 ونص، تقدر 4 وشويه. يعني الدقيق ديما كيبقى على حسب العجينه ديالك. ما تقصحيهاش وما تكونش رطبه بزاف يعني كتبقى تلاصق في اليدين. كتكون هكايا مجموعه وفي نفس الوقت ما كتفرتش. كنتمنى نكون وصلت لك الفكره. كتجمعوها مزيان. هاد الحلوه راه ما فيهاش الخميره نهائيا. ما ديروش فيها الخماره الحمراء. صافي كتبقاو تاخدوا شويه ديال العجينه وكتحاولوا هكايا ديروا حربول. ما ديروش الدقيق بزاف، ديروا غير شويه ديال الدقيق غير باش تفاداو ما تلصقش لكم وصافي. وانتم كتحربلوا نتوما كتقادوا هكا في الجناب، لا بانت لكم شي بلاصه يعني اكثر من الاخرى كتبقاو تقادوا. وكتاخدوا نتوما العبار اللي بغيتو، قداش بغيتو الحربول زعما داك الصبيعه ديالكم تكون قداش الطول ديالها. وصافي كتبقاو تاخدوا العبار ديال الصبيعات الاخرين بنفس الحبه الاولى اللي قطعتو. ونفس الحاجه غديروها الباقي ديال الكميه ديال العجينه. كتاخدوا شويه ديال العجينه وتحاولوا هكا تحربلوها، وتاخدوا بالعبار بالحبه الاولانيه اللي خدمتو بها باش هكا يجيكم متقاربين. غير ما تقصحوهاش، لا قصحتوها راه فاش تجيو ديروا هكا حربول غادي تفرتت لكم وما غاديش تبغي غتبقى تفرتت لكم. صافي حتى كتكملوا الكميه كامله. انا هنا من بعد ما كملت الصينيه كامله غتدخلوها الفران على عافيه مهيله. هنا من بعد ما طابت ما كتحمروهاش بزاف،
راها طايبة وفي نفس الوقت ما تحمروهاش بزاف. صافي من بعد ما كتبرد الحلوى كتاخدو هكا الشكلاط كحل اللي تكونوا ذوبتوه. شوف الطريقه اللي كتصدق لكم مع بها زعما الشكلاط هكا كحل ذوبوه. عندي هنايا كاوكاو اللي كونكاسي مهرمش، كتذوبوا الشكلاط ومن بعد كتزيدوا عليه كاوكاو مهرمش. بالنسبه للشكلاط انا درتو على عافيه مهيله مع شويه ديال الزيت، وما تغفلوش عليه، بقاو هكا تحركوا باش ما يتحرقش لكم الشكلاط. صافي كتحركوا مزيان. انا هنايا درت قويت شويه داك الكاوكاو، كنت عواله الحبه ديال الحلوى نخشيها كامله في الشكلاط، ولكن قويت فيها داك الكاوكاو وجاني الخليط ثقيل. داكشي باش اكتفيت انا اللي نديرها غير من الفوق. وانتم اللي بغيتو تغطوها كامله وتبقاو تهزوها بفرشيطه هكايا، بغيتو ديروا لها غير الوجه ديالها في الشكلاط، نتوما وشنو بغيتو. صافي كتبداو تحطوا الحلوى، حطوا هكايا واحد الكميه باش تجيكم الخدمه سهله، وبقاو تهزوا حطوا على شي بلاستيكه ولا هكا ورق ديال الطبخ. من بعد ما كتنشف بغيتو ديروها في كويغطات، الا بغيتو ديروها في الكويغطات يفضل انكم تغسلوا الحلوى كامله. غير هو فاش تجيو ديروا كاوكاو في الشكلاط ما تقويوش بزاف كاوكاو، عاوتاني ما يكونش قليل بزاف باش هكا يبانوا دوك يبان في التزيين ديالو زوين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. جربوها راه كتجي زوينه، كتجي هشيشه، اكيد غادا تعجبكم. وبصحه وراحه.